معكم دكتورة مريم عراقي، اختصاصية في علاج أمراض السرطان في مصحة رياض النخيل بالرباط. السرطان هو مجموعة من الأمراض التي تتميز بنمو خلايا غير طبيعية. فالخلايا الصحية في الوضع الطبيعي تنمو، تموت وتستبدل طبيعيا، ولكن الضرر أو التغيير في المادة الوراثية في الخلايا قد تكون إما بسبب عوامل بيئية أو عوامل داخلية تؤدي إلى تطور الخلايا التي لا تموت وتستمر في التكاثر حتى تتكون كتلة من الخلايا السرطانية. هذه الخلايا السرطانية خبيثة تخترق الدورة الدموية وممكن أنها تنشئ مستعمرات في أجزاء أخرى من الجسم. اللي خصنا نعرفو هو أن عوامل خطر الإصابة بالسرطان تختلف اعتمادا على نوع السرطان، ولكن تيبقى سبب رئيسي وفي جميع أنحاء العالم هو التدخين، تدخين السجائر، حيث تحتوي السجائر ومنتجات التدخين الأخرى كالسيجاريت الإلكترونيك على العديد من المواد المسرطنة التي تزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطانات كسرطان الرئة وسرطان الحلق والمثانة وأنواع أخرى. فالتدخين التبغ هو أكثر سبب يمكن تجنبه، وهو مسؤول عن وفاة واحدة على كل 4 وفيات بسبب السرطان. إذن الرسالة اللي كنوصلو هو أنه لا يجب الاقتراب من التدخين، وإذا كنت تدخن فتذكر أنه لم يفت الأوان بعد عن الإقلاع عن التدخين. السبب الثاني هو الإفراط في استهلاك الكحول الذي يسبب كذلك في رفع نسبة الإصابة بعدد من أنواع السرطانات. يعد التعرض للإشعاع المفرط كذلك سبب من أنواع السرطان، حيث يمكن التعرض لأشعة الشمس المفرط لأشعة فوق البنفسجية كالعمل لوقت طويل تحت أشعة الشمس بالوقاية لرفع خطر الإصابة بأنواع سرطانات الجلد. كذلك التعرض للإشعاع النووي أو الأشعة السينية، ولكن بالنسبة لهذه الأنواع من الأشعة غالبا ما يكون التعرض بنسبة صغيرة غير ضار. أما بالنسبة للتغذية فكذلك يمكن للطعام خصوصا اتباع نظام غذائي غير متوازن غني بالأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والدهون المشبعة إلى زيادة الخطر بأنواع من السرطانات كسرطان مثلا القولون أو سرطان المستقيم. كذلك تعد السمنة سبب من أسباب السرطانات، حيث يرتبط الوزن الزائد بزيادة الخطر الإصابة بمجموعة من أنواع السرطانات كسرطان الثدي وسرطان جدار الرحم أو لوندوميتر، وكذلك سرطان الكلى والقولون. أضف إلى ذلك هو قلة الحركة أو قلة ممارسة الرياضة. هناك بعض أنواع العدوى الفيروسية كمثلا فيروس الهيباتيت بي أو سي التي تزيد من نسبة خطر الإصابة بسرطان الكبد. كذلك فيروس الورم الحليمي HPV الذي يزيد من نسبة الإصابة بخطر الإصابة بسرطان عنق الرحم. من المهم أننا نعرف أن وجود عوامل خطر الإصابة بالسرطان لا يؤدي بالضرورة إلى تطور السرطان. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تتطور بعض أنواع السرطانات دون وجود عوامل خطر واضحة. إذن فكل شخص مختلف عن الآخر، وقد يؤدي التعرض نفسه إلى الإصابة أو لا بمرض السرطان، لأن هناك عوامل أخرى تتدخل كالعوامل الوراثية، البيئية، العمر، وكذلك مقدار التعرض للمواد المسرطنة. لذا يوصى بالحفاظ على نمط حياة صحي والمشاركة بالفحوصات الطبية المنتظمة، وكذلك مناقشة أي عوامل الخطر مع طبيب العائلة. إذا شنو يمكننا نستفدوا من دراسة هاد مسببات السرطان؟ تنستنتجوا أن هناك 5 عوامل خطر بيدينا يمكننا نغيروها.
أولا تدخين التبغ، ثانيا استهلاك الكحول، ثالثا زيادة الوزن، رابعا عدم تناول الخضروات والفواكه بكمية كافية، وخامسا قلة الحركة. فإذا غيرنا هاد عوامل الخطر غادي نقللوا نسبة الإصابة بالسرطان بصفة مهمة.